رضا كابتن محمد كابتن رضا، اسباب ضياع فوز الاهلي امبارح، يعني النادي الاهلي ليه ما فازش امبارح؟ تعادل فقط. يمكن في اخر دقيقه كان المتوقع انك بعد الهدف اللي انت احرزته تخرج المباراه بالشكل كده. من الاخر كولر فقد ثقته في نفسه. بمعنى ايه يعني؟ بمعنى ان هو دلوقتي مش قادر يدير ال90 دقيقه بحنكه، لانك انت جبت الجون في الدقيقه 87. صحيح. عايز ايه من الماتش؟ عايز ايه تاني من الماتش؟ واخد بالك؟ العب على الهجمه المرتده ال3 دقايق دول ولا ال4. حتى الجول اللي داخل يا كابتن ما في 8 موجودين من المدافعات الاهلي ولا بص يعني اللعيبه نفسها هي لا يعني انا اسال الشناوي عليها. الشناوي واللعيبه اللي واقفه لا بص هي بتحرس الولد اللي بيشوط. حبيبي مش بتحرس، هي اتعملت هات وخد ضربت الفرقه والراجل هي الكره تحت رجله حطها. الشناوي بيحط ايده فيها ازاي؟ ده راحه ضعيفه جدا مش راحه صاروخ. انتوا بتخافوا تقولوا الكلام ده، انا ما بخافش اقوله. انا قلت امبارح الشناوي يتحمل 99% منه. بص الكره معموله ازاي، هات وخد والراجل تحت رجله قام جاي حاططها. ماشي كابتن، هات وخد قدام 6-7 لعيبه. وانت ما ينفعش ان انت يعني بص استنى بس يعني هو انت ما ينفعش ان في فرقه اولا استلمت. اسمع هو ما تنفعش ان في فرقه تعمل عليك هات وخد. ينفع، ما عنديش طيب مشكله خالص. بس طب ماشي الكره تحت رجل الراجل الراجل مش الفريق ده ومش مع النادي الاهلي يعني. طب بص يا كابتن، بص لو لفيت كده بص المنظر اصلا وحياه ربنا بتاعت الشناوي اهو الراجل الكره تحت رجله. بص الناس بتلحق عشان اتضربوا في الكوره، واخد بالك؟ انما تخش بالشكل ده لا. 99% الشناوي طلع انفراد قبليها الشوط الاولاني وكده، انما دي يسأل عليها. دي ما تخشش في الشناوي. الشناوي احنا بنقول في حته تانية ليه؟ لان الصعب بتاعه اللي احنا ما بنشوفوش في جوان مصر نشوفه في الشناوي لما الكور دي. بس بص اللقطه دي في الشوط الاولاني خلي بالك برضه يا كابتن، دي اللي طلعها. يا حبيبي ما انا بقول لك بيطلع اصعب من دي. يعني دي لو دخلت فيه ما يسالش عنها. صحيح. اللي هي اللي قبليها الانفراد اللي هي جت في رجله يا كابتن، لو دخلت ما يسالش عنها، ده انفراد، واخد بالك؟ انما دي بالشكل اللي هو الجول بالشكل ده وكره تحت رجل الراجل ما فردش رجله وتعذب فيها يا كابتن وراح بالشكل ده، لا يسال عنها. انت كنت سرحان لانك انت المفروض وكان قريب كمان من الزاويه لا المفروض ياخد خطوه كمان عشان يقفل الضيقه يا كابتن. يا بص يا فاروق، كمان دي 5 اهلي على 3. الاهلي كان في ميزه الاول من فتره كده، الضغط بيقطع الكوره. يعني عشان اكتفك بلغه الكوره وما تلفش وما تشوطش لازم اضغط بدري، ولا واحد في دول بيضغط. لا وفين يا كابتن؟ لا كابتن هو اصلا جوه. بص يا كابتن، هي بدايه الكوره من ناحيه الرايت، الراجل رقص محمد هاني، الراجل اللي اسمه ياسر ابراهيم رايح عليه عملها، الثاني عملها له في التوقيت ده. الكوره بقت تحت رجل الراجل، لا لحق رامي ربيعه يغطي ولا ياسر ابراهيم، بس هي ضعيفه يا كابتن. بس بص من هنا يا كابتن، يعني ديانج الاثنين اللي قدامه سابقينه، يعني اهو ديانج ورا اهو. ايوه اللي جاب الجول 3 بتوع نص الملعب فين؟ يا كابتن هو الراجل، يا كابتن هو الراجل رقص محمد هاني ودخل بيه. يعني قبل ما يا كابتن ما يرقص، ما هو المنظر اهو ماشي. ما انا مش متوقع ان محمد هاني يترقص، فلما الترقيصه دي هي اللي ضربت الفرقه يا كابتن وهات والتاني حطها له، طيب بقت تحت رجل الراجل، ما تمطعش فيها ولا تعذب فيها، شاطها من تحت رجله فشاطها. الشناوي لو واخد الخطوه يمين شويه هيمسكها عادي او هيطلعها عادي. انما هو عشان واثق ان هي مش هتتشاط ولا حد هيفاجئه بكره زي دي، هو اتفاجئ ان هي فحط ايده فيه. طب انت رجعت انت عارف امتى تقول لا؟ لو هي اتضربت في حد وغيرت اتجاه. كابتن رضا يبقى انت في رجعت الحاله وقلت ان الراجل مش مركز. مين اللي مش مركز؟ كولر. في دي كولر كولر بشكل عام. ايه اللي انت ماسكه في ايدك بتقول يعني بسبب الكلام ده؟ بسبب الكلام ده؟ بسبب ان هو الراجل مش مركز. انا عند دلوقتي جبت جون في الدقيقه 87 يا كابتن، وكوره مش جمله، كوره هم اللي ادوهاني. خلاص. انا خدت ايه بقى من الماتش كده؟ انا كسبت. يبقى انا اعمل ايه؟ احافظ على المكسب. هنا المدير الفني هنا صح ولا لا يا كابتن؟ ما يعملش حاجه. طب استنى اول ما يجيب الجون في الوقت ده. ايوه يا كابتن، هو وصل كام مرمى للجون؟ يا عم يوصل، ده طبيعي ان انت توصل كتير. لا مش طبيعي يا كابتن. ايه المشكله؟ انت دلوقتي كسبت واللعيبه ضيعت كام هدف وهم ضيعوا.
ما هم مضيعين 2 انفراده هم، لو واحده منهم دخلت كانت قفلت لك انا بتكلم دلوقتي، احنا لسه بنتكلم وبنعيب على مين؟ على معتمد جمال ان هو كسبان 2-0 وقام جاي منزل عبد المنعم. ده امتى؟ بين التايمين. طب انت ما تنزلش حد، بس ضيق مساحاتك وقفل الملعب، هتوقع الفرقه اللي قدامك نفسيا. انما انت فاتح الملعب برضه يا كابتن، صح، وبره واخد بالك؟ وانا خدت من الماتش اللي انا عايزه، انا جبت جول بغض النظر بقى، ما انت ضيعت هم ضيعوا، انت ضيعت اكتر شويه، ده عشان ان انت امكانياتك لا يمكن هتبقى زي امكانيات افريقيا. طب انت غالبا بتضيع تفسير كابتن برضو ضياع الفرص، يعني اللعيبه دي لعيبه كبيره. عشان عدم ان تركيز. اللعيبه دي ما عندهاش ثقه في اه نفسها. اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضا عبد العال، هتعيش طول عمرك هجاص وتموت هجاص. للأسف رضا عبد العال دائما وأبدا زي ما بنقوله دايما متحيز ضد النادي الأهلي وضد محمد الشناوي على وجه الخصوص، ولا كل لاعبي النادي الأهلي بصفة عامة، وخاصة اللي جايين من نادي الزمالك. إمام عاشور صفقة الموسم السنة دي. هجومه على كولر ده دائم وأبدا، سواء الأهلي كسب سواء الأهلي خسر، سواء الأهلي كسب ب5 سواء الأهلي كسب ب4 سواء الأهلي كسب ب3، هو كده كده هيهاجم كولر. فاسطمبة وورقة بفرة عارفين إنك ضاربها يا عم رضا عبد العال. نفسي مرة تحلل تحليل واقعي ومنطقي للي حاصل قدامك. مفيش فريق في الدنيا ما بيتهاجمش، مفيش فريق في الدنيا ما بيغلطش. الغلطة كانت غلطة في الدفاع في الأصل، مش غلطة محمد الشناوي خالص نهائي. الكرة كانت مفاجأة من وسط دفاعات النادي الأهلي، واللعيب شاطها من تحت رجله حطها في الجون بصورة قوية يا رضا عبد العال. محمد الشناوي عمل اللي عليه فيها، وللأسف ما وفقش في إنه يطلعها، فما يتحملش مسؤولية التعادل لمحمد الشناوي. اللي يتحمل مسؤولية التعادل في الأصل لا محمد الشناوي ولا كولر اللي أنت عمال تهاجم فيه. المهاجمين اللي ضيعوا الأهداف اللي بالجملة اللي ضاعت من النادي الأهلي على مدار الشوطين وخاصة في الشوط الثاني، هو ده سبب تعادل النادي الأهلي في يوم زي ده. باد لك في الوقت الضايع يدخل فينا هدف التعادل بعد ما كنا مسيطرين على الشوط الثاني سيطرة تامة وكاملة، ومضيعين بتاع 5 أجوان في الشوط الثاني لوحده، غير جونين أو 3 في الشوط الأول. لكن أنت عشان أنت دايما بتهاجم محمد الشناوي لصالح حبيب القلب محمد عواد، وبنحددها بالاسم عشان خاطر محمد عواد هو عايز دايما يرفع محمد عواد فوق الشناوي بأي شكل من الأشكال، عايز يدسه في منتخب مصر بالعافية. ولا إيه يا رضا عبد العال؟ يا ريت تكون محايد وأنت بتحلل وتحلل صح، بلاش شغل الهوا والشغل الغير الحيادي اللي دايما بتعمله ضد النادي الأهلي وضد لعيبة النادي الأهلي، وضد 2 على وجه الخصوص، محمد الشناوي وإمام عاشور وكولر تالتهم. دايما وأبدا رضا عبد العال بيهاجم ال3 دول، وكل واحد لغرض في نفس يعقوب. كل اللي غرض رضا عبد العال إنه يصيط نفسه على حساب النادي الأهلي. ترند الأهلي أقوى ترند في مصر وإحنا عارفين كده كويس. احترم ذاتك يا رضا عبد العال، وخليك بني آدم واقعي، بني آدم محلل بجد، مش راجل تجري ورا الترند بأي شكل من الأشكال ونظام خالف تعرف عشان تحقق شعبية وجمهور على حساب النادي الأهلي اللي خيره عليك لغاية دلوقتي. لو تلاحظوا فيديوهات رضا عبد العال اللي على النادي الأهلي بتشاف إزاي، واللي على نادي الزمالك أو فريق تاني بتشاف بأنهي طريقة. عدد المشاهدات لأي خبر أو أي كلمة بيقولها عن النادي الأهلي بيشوفها أضعاف مضاعفة اللي بيشوفوها عن نادي الزمالك، وإحنا عارفين النادي الأهلي اسمه لوحده بياع واسمه لوحده ترند. يا صاحب الترند يا رضا عبد العال، كنت أهلاوي أصيل، كنت من عشاق الرياضة المصرية. لنا رأيك في التعليقات ودينا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.